برشلونة بيستلذ بتعذيب الفرق. اللي بيعمله مش طبيعي. برشلونة عنده استعداد ان هو يزنقك في ال 18 بتاعتك طول ال 90 دقيقة. مش هيخليك تعرف تتنفس ولا تخرج بالكورة ولا تعمل هجمة مرتدة ولا تعمل اي حاجة، ما تفكرش ولا حتى تبني هجمة. مش هيرحمك حرفيا. النهارده ريال مايوركا صعبوا عليا بجد، وخصوصا الشوط التاني. يعني اللعيبه مش عارفه تلاقيها من فين ولا من فين. تخيل ان برشلونه السنه دي لعبت 24 كوره في القائم والعارضه. انت متخيل كميه الفرص اللي ضيعوها؟ يعني مضيعين كميه فرص. يعني برشلونه بالفرص اللي ضيعها دي كان ممكن يجيب له 150 160 هدف في الدوري السنه دي. حاجات غريبه بتحصل. وانت يا عم هانز فليك، انت بتقول ايه للعيبه بتاعتك؟ بجد والله نفسي افهم. يعني دي برشلونة اللي كانت من سنتين. نفس اللعيبة على فكرة، نفس اللعيبة، مفيش حاجة اتغيرت. بس أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. يعني حرفيا بيعملوا رعب للفرق. والسبب الراجل ده. أنا مش عارف الراجل ده بيعمل إيه. والله العظيم ما عارف. طب يعني ما يروحش أربلو يتعلم منك؟ طيب يعني عايزين نعمل نص الكلام ده في الفرق اللي احنا بنلعبها. احنا في الضياع. انا لما بتفرج على برشلونة واتفرج على كمية الفرص اللي بتضيعها، بقول احنا فين؟ احنا ممكن اخرنا في المباراة فرصتين ثلاثة، ولا جبنا منها لا ما جبناش. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. فيعني ربنا يستر علينا من اللي جاي. شكلها السنة دي ما فيهاش دوري.